القدس اله واحد امين، تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. الجزء من الانجيل اللي قرأ علينا النهارده في القداس النهارده في آية مهمة جدا عايزين كلنا نتأمل فيها الكام دقيقة اللي جايين دول. الآية بتقول لنا إيه؟ أنتم ستحزنون. أنتم ستحزنون. يعني في معلومة أو حقيقة إن إحنا هنقابل في حياتنا ضيقات كثيرة. أنتم ستحزنون. ولكن بعد كده هو بعد شوية الإنجيل يكملنا يقول لك إيه؟ ولكن حزنكم يتحول إلى شنو؟ يتحول إلى شنو؟ إلى فرح. بالظبط كده. يعني في الأول في حقيقة مؤكدة إن إحنا هنحزن، هيبقى في حياتنا ضيقات كثيرة، ولكن الموضوع ما وقفش عند كده. حزنكم هيتحول إلى فرح. الحزن اللي أنا فيه، الضيقة اللي أنا بعاني منها، دي هتبقى سبب فرح وسبب بركة كتير. عايز أتأمل مع حضراتكم النهارده عن الفرح بالضيقات. خلاص كلنا عرفنا إن في ضيقات هتواجهنا في حياتنا. إزاي يا رب تكون في ضيقة؟ يعني الضيقة دي فيها ألم، فيها صعوبة عليا، إزاي أفرح؟ ده اللي عايزين نتأمل فيه. أول حاجة الفرح بالضيقات ده تعليم كتابي من جوه الكتاب المقدس. نسمع كده يعقوب الرسول في رسالته في الإصحاح الأولاني آية 22 يقول إيه؟ احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يعني لو أنا وقعت في تجربة أحسبه فرح، أفرح. هو ده تعليم الكتاب المقدس. أفرح ليه؟ أفرح لأن الضيقة بتبقى سبب بركات. أفرح لأن الضيقة بتبقى سبب أكاليل. أفرح لأن الضيقة بتبقى ليها فضايل، بتعلمني فضايل كثيرة جدا. مش بس كده، بولس الرسول كمان يكمل ويقول لنا في رسالته الثانية لأهل كورنثوس الإصحاح 12 آية رقم 10 يقول شنو؟ يقول كده هو، ركزوا معايا في الآية دي، لذلك أصر بالضعفات. يعني بولس الرسول بإرشاد الروح القدس يقول كده أنا بفرح طول ما أنا ضعيف، أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات. طب ليه يعني بتصر ليه بتفرح بالاضطهادات والضيقات؟ لأن حينئذ أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. يعني إيه النقطة دي؟ يعني أنا زوج ضعيف، ولما بتجيلي الضيقات أنا إنسان ضعيف، ولكن لما بتجيلي الضيقات الله لن يتركني أبدا. الله يسندني بسندته الإلهية، فبالتالي أتحول من إنسان ضعيف إلى إنسان قوي. عشان كده يقول لك كده هو حينما انا ضعيف، كلنا فينا وانا اقول انا انسان ضعيف، ولكن مع الضيقات حينئذ انا قوي. لان معونه الله تتدخل وتستلم هذا الانسان الضعيف وتديله سنده الهيه وقوه الهيه. مش بس كده، اخر ايه النهارده سمعناها ربنا راح يسمع قال لنا شنو؟ في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. خلاص ربنا قال لنا كده طول ما احنا موجودين على الارض انا في ضيقه هنقابلها، ولكن ربنا بيسندنا، ربنا بيدينا أكاليل، ربنا بيدينا بركات، ربنا بيعلمنا فضائل من الضيقة. عشان كده لازم أفرح في الضيقة. ورب المجد في متى 16 يقول لنا كده آية مهمة جدا. إن أراد أحد أن يأتي ورايا، لو احنا عايزين نتبع يسوع المسيح، ربنا كده من فمه الطاهر يقول لنا كده إن أراد أحد أن يأتي ورايا يعمل 3 حاجات. ينكر نفسه، اتضاع، يحمل صليبه اللي هو الضيقه يتحملها، في الاخر يعمل ايه؟ يتبعني. يبقى تاني نقطه افرح بالضيقات، لان الضيقات هي علامه التبعيه ليسوع المسيح. علامه التبعيه ان انا ماشي في الطريق المظبوط، ان في ضيقات حواليا ولكن ربنا بيسندني. عشان كده ربنا قال كده يتبعني. ركزوا معايا في النقطه دي. هو لو انا اتبع المسيح، يعني المسيح ماشي قدامي وانا ماشي وراه، لما ببص بعين شنو؟ حد عارف؟ بعين وجه المسيح ولا بعين ظهر المسيح؟ لما انا ماشي ورا المسيح بتبعه، انا ببص على ظهره ولا ببص على وجهه؟ على ظهره. ليه يا رب؟ ليه ربنا اصلا كده قال لك يتبعني؟ السيد المسيح يوم الجمعه العظيمه لما صلب قبل ما يسقط قالوا له هيتضرب 39 جلده. الجلده اتضرب بالصوت، حاجه اسمها الصوت الروماني. الصوت الروماني ده فيه ايه؟ الصوت الروماني ده بيبقى نهايته 3 حبال، وكل حبل فيهم بيبقى مربوط فيه عظمه مدببه من الجهتين، من الجهه دي ومن الجهه دي. يبقى الصوت فيه 3 حبال، كل حبل فيه عظمه مدببه من هنا ومن هنا. يبقى كل جلده نزلت على ظهر يسوع المسيح ملك الملوك كانت بتمزع في جلده وبتمزع في ظهره بكام؟ ب6 جلدات. لان الصوت الواحد فيه 3 حبال وكل حبل فيه عظمه مدببه.
يبقى كل جلده كان المسيح بيتجلد فيها على ظهره كان بيتمزع وبينهش من جلده 6 جلدات. المسيح على الاقل اتجلد 39، ممكن يكون 1000 بس على الاقل 39 جلده. اضربوا بقى 39 في 6 تطلع حوالي 232. عشان كده ربنا بيقول لك اتبعني. لما انا بتبع المسيح ابص على ظهر المسيح هلاقي ظهر المسيح كله مليان جراحات بالصوت، هلاقي ظهر المسيح كله مليان دم، هلاقي ظهر المسيح كله مليان المات بالصوت الروماني اللي هو كان اعلى مرحله في مرحله العذابات. فلما ابص كده على ظهر المسيح وانا بتبعه اقول ايه؟ اقول كده هو ان كان بالعود الرف يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ كنت انت يا رب عملوا فيك كده، كنت انت يا رب يسوع المسيح ملك الملوك ورب الجبار عشان تدينا كلنا وتفتح لنا ملكوت السماوات، عملوا فيك كده. فكان من الاول انا العود اليابس، انا الانسان الضعيف، انا الانسان الخاطئ، انا الانسان اللي قلبي كله لسه مش نقي. فبالاول اعمل كده. يبقى ليه افرح في الضيقات؟ رقم 1 لانها تعليم كتابي، رقم 2 لان دي علامه التبعيه ليسوع المسيح. افرح في الضيقات كمان ليه؟ لانها تؤمن لي طريق الدخول الى ملكوت السماوات. الضيقه اللي انا بحزن منها دلوقتي يسيرا ولكن تؤمن لي الدخول الى ملكوت السماوات. ليه؟ في سفر الرؤيا حاجه جميله جدا في سفر الرؤيا الاصحاح 7، اخر سفر عندنا في الكتاب المقدس سفر الرؤيا الاصحاح 7. نسمع كده يوحنا الحبيب لما طلع فوق وعاين عرش الله لقى كده هو منظر في الاصحاح 7، لقى ناس جايه من وقبائل كتيره جدا، ناس جايين فوق من كذا مكان، والناس كلها لابسين لبس ابيض فابيض. مش بس كده، ماسكين زعف النخيل. زعف النخيل دايما بيرمز للنصره والانتصار. فسأل كده هو القديس قال ايه مين الناس دي؟ رد عليه وقال له شنو؟ الناس دي الذين اتوا من الضيقه العظيمه. اللي اتوا من الضيقه العظيمه على الارض طلعوا فوق لابسين ابيض فابيض، طلعوا فوق ماسكين زعف النخيل رمز النصره والانتصار، واقفين امام عرش الله. ده مش بس كده، اسمعوا بقى معايا بعد كده، بصوا الجمال اللي هم فيه. قال لك لن يجوعوا، 2 لن يعطشوا، لا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحرب، لان الخروف اللي هو رمز يسوع المسيح هو الذي في وسط العرش يرعاه، يعني ربنا نفسه هو اللي يرعاه. مش بس كده، يقتادهم الى ينابيع ماء حيه. وبصوا بقى الايه الجميله قوي دي، ايه حلوه جدا. ويمسح الله كل دمعه من دموعهم. رب المجد نفسه هيمسح كل دمعه من دموع الذين اتوا من الضيقه واحنا موجودين على الارض. وهيبقوا واقفين امام عرش الله. ايه الجمال ده؟ يعني مفيش حاجه تفرحنا اكتر من كده. ان اقف قدام عرش الله لابس ابيض فابيض رافع زعف النخيل علامه النصره، ورب المجد يمسح كل دمعه من عيونهم. كل ده ليه؟ هم الذين اتوا من الضيقه العظيمه على الارض. يا رب اهلا بالضيقات، يا رب اهريني ضيقات زي ما انا عارف، زي ما انت تريد يا رب. بس ان هم اقف قدام المنظر ده، ابقى لابس ابيض فابيض وماسك زعف النخيل ورب المجد يمسح كل دمعه من دموعهم. يا رب اديني ضيقات زي ما انت عايز. ابونا مشوي كامل اشتهى الضيقه لغايه ما ربنا سمح له بالمرض، عشان قال لك كده يا رب انا عايز كده ايه؟ اتالم معك لكي اتمجد ايضا معك. يبقى افرح في الضيقات لانها تعليم كتابي، افرح في الضيقات لانها علامه التبعيه ليسوع المسيح، افرح في الضيقات لان في كل ضيقه انا بيؤمن لي الطريق الدخول الى ملكوت السماوات. 4 افرح في الضيقات لاني ارى معونه الله وسط الضيق. صدقوني في حياه الله وحياه الفرح وحياه الراحه ما بقدر اعاين معونه الله، ما بقدر اعاين معونه الله الا في وسط الضيقه، الا في وسط الالم. تعالوا كده نشوف كده هو يوحنا الحبيب اللي هو يعني كان دايما ينطبق على صدر يسوع المسيح، اللي هو كان اطول عمرا من كل التلاميذ على الارض، ويقول لك كده هو انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه. يعني عرفنا انه ايه الضيقه اللي كان فيها؟ ان هو نفى الى جزيره، هو عن سنه كبير جدا ما يقرب من 100 سنه، نفى الى جزيره بطرس. ده اللي هو كان يعني رئيس البطاركه، نفى الى جزيره بطرس. فبيقول لك انا شريككم في الضيقه. بس نتيجه الضيقه ديت يا يوحنا ايه اللي حصل لك؟ الله يسمح له انه يرى عرش الله ويشوف الرؤيه الجميله قوي في سفر الرؤيا. طب حلو قوي يا رب، يعني انا بسبب الضيقه دهيت وانا موجود في بطرس رحت وشفت عرش الله، دي ضيقه حلوه قوي. لن ترى يا يوحنا كنت هذه الجمال والعرش دوت طول ما انت عايش حياه عاديه، ولكن وانت وسط الضيقه وانت شاركنا في الضيقه ربنا خلاك تشوف عرش الله. مش بس كده، بولس الرسول قعد اصحاحين تقريبا، الاصحاح في رساله الكورنثوس الثانيه الاصحاح السادس والاصحاح 11،
قعد يقول في كل كميه الاضطهادات والضيقات اللي حصلت له. قال لك كده ضربات، سجون، اضطرابات، اتعاب، اسهار. من اليهود قبلت 40 جلده الا مره 5 مرات. ضربت بالعصا، اختار لصوص، اختار من الامم، اختار من المدينه، اختار في البحر، اختار من اخوه كذا. يا رب يا انت كل انواع الاضطهادات وكل انواع الضيقات ده، ولكن الله يتركه؟ لا، الله لا يتركه. الله يسمح ان بولس الرسول يصعد الى السماء الثالثه بسبب الضيقات التي عاناها وهو موجود على الارض. يصعد الى السماء الثالثه. عشان كده هو في الضيقات نرى يد الله. عشان كده هو ايوب البار بعد الضيق يقول يا رب انا كنت قبل كده بسمع عنك، بسمع الاذن سمعت عنك، ولكن الان رأتك ايه؟ رأتك عيني. اهلا يا رب بالدين. داوود النبي يقول لنا كده هو لولا ان الرب كان معنا لاتبعونا ونحن احياء. شايف دايما سنة ربنا، يرى معونة الله وسط الضيقه. عشان كده يقول لك دفعت لوسطك ولكن حصل شنو؟ الرب عضدني. خامس حاجه افرح في الضيقه لان الضيقه بتعلمني الصلاه المستجابه. داوود النبي لو نركز كده هو كان حاجه فيها ضيقات كتيره جدا. شاول قعد 15 سنه يجري وراه عشان يموته. ابنه نفسه كان عايز يموته، حصلت ضيقات كتيره جدا عنده. ولكن عنده مزامير كتير جدا يبتدي وهو في نص الضيقه قبل ما المزمور يخلص يقول له ايه؟ اشكرك يا رب ان انا استجبت بالصلاه بتاعتك، نفس المزمور. يبقى الضيقات تعلمني الصلاه المستجابه. يقول لنا كده في ضيقي دعوت الرب والى الهي صرخت. يقول لك بعد كده يقول لك ايه؟ فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل الى اذني. يعني الضيقه كانت سبب الصلاه المستجابه. نفس المزمور يقول لك كده يا رب، مزمور 3 يقول لك يا ما اكثر مضايقين كثيرين قاموا علي. في ضيقه اهي ولكن يسكت؟ لا. اما انت يا رب فترسل لي مجدي ورافع راسي، الرب لصلاتي قبل. يبقى من حلاوه الضيقه ان هي بتعلمني الصلوات المستجابه. يسمع كده في مزمور 13 يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم اله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه. يبقى خامس حاجه يفرحني في الضيقه ان الضيقه تعلمني الصلاه المستجابه. برضه افرح في الضيقات لان الضيقه دايما بتخليني اتخلص من الخطيه. الايه بتقول لنا كده من تألم في الجسد كف عن الخطيه. طول ما انا واقع في ضيقه ما عنديش بقى يعني عقل ولا عندي نفسيه ان انا افضل اتمتع بالشهوات الغبيه واقع في الخطايا، لا. برضه من حلاوه الضيقه ان هي بتعلمني الاتضاع. بولس الرسول كده ربنا سمح له بشوكه في الجسد لئلا يرتفع من فرط الاعلانات، لان بدون اتضاع ما اقدر اعين ملكوت السماوات. عشان كده هو من فوائد الضيقه تعلمني الاتضاع. من فوائد الضيقه كمان تزكى ايماني بيتزكى. يعني عندنا مثلا كده يعقوب قعد يبكي على يوسف ابنه حوالي 20 سنه. كان بيحبه جدا لغايه ما نظره راح خالص. كانت التجربه دي لكي تزكي ايمان ابينا يعقوب. وبعد 20 سنه سمع ايه؟ يوسف ابنك حي. فتم تزكيه ايمان يعقوب. عندنا برضه كده هو ابونا ابراهيم لما ربنا كان قال له من نسلك تتبارك كل الامم، سمح له برضه بتجربه مش سهله. قال له خد ابنك وحيدك وقدمه لي محرقه. ابينا ابراهيم قال له حاضر يا رب. خد ابنه اسحاق ولغايه اخر وقت قدمه، عمل المسبح وعمل كل حاجه وحط ابنه لسه هيرفع السكينه. ربنا قال له بس خلاص انت كده ايمانك اتزكى عنك. خلاص انا عرفت ان انت خائف الله. فالايمان الضيقات تفرحنا لان هي تزكي ايمان. الضيقات كمان تفرحني لانها بتوسع قلبي. بتوسع قلبي. هي ليه تسمي الضيقه؟ مش عشان هي حاجه ضيقه، عشان قلبي لم يتسع لهذه الضيقه. فمن حلاوه الضيقات والتجارب اللي بتخلي قلبي يوسع، بتخلي قلبي يستقبل المات، بتخلي قلبي يستقبل اضطهادات. عارفين لو جبت حته طينه ورميتها في كوبايه صغيره، الكوبايه يحصل لها شنو؟ هتتوسخ كلها، هيبقى فيها وسخه شديده. ولكن لو جبت نفس الطينه ورميتها في المحيط الكبير قوي ده، المحيط هيتوسخ؟ ما هيتوسخ. يبقى انا لو وسعت قلبي شديد عمري ما احس الم الضيقه. فعشان كده من حلاوه الضيقه تعلمني ان انا فعلا اوسع قلبي. بولس الرسول قالها كده لاهل كورنثوس، قال لك ايه؟ لستم متضايقين فينا بل متضايقين في احشائكم كونوا انتم ايضا متسعين. رسالته الثانيه لكورنثوس الاصحاح السادس. برضه من ضمن الحاجات اللي تفرحني في الضيقه ان هي تعلمني الرجوله الروحيه. داوود النبي ده كان عباره عن ايه؟ كان شاب اشقر، كان شاب حلو خالص، يمسك الكساره يقعد يدندن، يتامل في حلاوه ربنا.
كان شاب اشقر، الله اراد ان يعلمه الرجوله الروحيه. سمح له بحوالي 15 او اكثر من 15 سنه شاول بيحاول يقتله بدون اي سبب. وبعد كده ابشالوم ابنه يقوم عليه. كل دوت علم داوود النبي الرجوله الروحيه. خلاه اقوى، خلاه علاقته مع ربنا فيها خبرات اكتر، اداله حكمه، اداله احتمال، اداله صلاه. فعشان كده من حلاوه الضيقه ان هي تعلمني الرجوله الروحيه. ونخلي بالنا دايما اي ضيقه ربنا بيسمحها لي محدده الوقت وحسب طاقتي. الله لا يجعلنا نجرب فوق ما نستطيع. كل ضيقه ربنا عارف احتمال كل واحد قد ايه، يديله ضيقه على قد الاحتمال. عمر ما ربنا بيسمح يجرب حد بضيقه فوق مستوى احتماله، وبتبقى محدده المده. مش بس كده، يعطي مع التجربه يعطي شنو؟ المنفذ. ربنا سمح لاي حد فينا التجربه ما هيسيبه، هيديله المنفذ. فكل الحاجات دي هي تفرحنا. علشان كده هو عايز اختم واقول لكم بدقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. بدقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. اعمال رسل الاصحاح رقم 14 ايه 22 يقول لك كده اهو، ربنا كده يدي وصيه: ادخلوا من الباب الضيق. لو الباب الواسع ما هيوصلنا للملكوت، ادخلوا من الباب الضيق. يبقى النهارده اتكلمنا عن كيف افرح في الضيقات، قلنا حوالي 10 نقط. اول حاجه الفرح في الضيقات ده تعليم كتابي. تاني حاجه الفرح في الضيقات علامه التبعيه ليسوع المسيح. ثالث حاجه الفرح في الضيقات يؤمن لي الطريق للدخول الى ملكوت السماوات. خامس حاجه وسط الضيقات برى معونه الله ظاهره وقويه. سادس حاجه الضيقه تعلمني الصلوات المستجابه زي ما حصل مع داوود في المزمور. سابع حاجه الضيقه دايما بتخليني اتخلص من كل الخطيه. ثامن حاجه الضيقه بتعلمني الاتضاع. تاسع حاجه الضيقه بتزكي ايماني. 10 حاجه الضيقه بتخلي قلبي واسع وبتعلمني الرجوله الروحيه. وما اقلقش لان مع كل ضيقه ربنا بيدي المنفذ. ربنا يدينا ان احنا دايما نعيش حياتنا بفرح، حتى لو ربنا سمح لنا بالضيقات نفتكر ال10 او ال12 نقطه اللي احنا قلناهم، فدايما هكون فرحان. لإلهنا المجد الان وكل اوان